في أمهات بقى هي شقيانة طول اليوم، يعني شغل، مواصلات، مواعيد، في أطفال تاني بقى صغيرين، يعني في 3 تاني غير المراهق أو 2 تاني منهم 1 سنة مثلًا، فأنا ما فيش وقت أصلًا إن أنا أتابع الكبير، ما أنا هاشوف اللي بيعيط طول النهار وأنا بارجع من البيت أو أنا بارجع من برّه خلصانة، فطست من الزحمة والحر والشغل والطلبات، أجيب وقت منين؟ أجيب طاقة منين؟ طيب أنا هاقول لِك حاجة تساعد الحتّة دي. دايمًا أي حاجة صعبة علينا أو مش عارفين نحطها في جدولنا لازم نثبّت لها ميعاد. وتثبيت الميعاد هو الحاجة الوحيدة، أنا دي خبرتي الشخصية، إن ما حطيتش ميعاد لأي حاجة عمري ما هاعملها. فأنا أنا عملت كده وباقول لكل الأمهات ثبّتي ميعاد في أسبوعِك، لو إحنا يومِك ده انتهى ممكن أسبوعِك، وممكن يومِك الصبح بدري أول ما يصحوا، في عيال بتصحى بدري، في عيال أفتكر أمهات قالت لي بيتكلم معايا كتير أوي يا دكتورة بالليل قبل النوم، فبتخش له الأوضة بعد ما العيال التانيين يناموا، تقعد معاه مثلًا 10 دقايق تطمن على يومه. كأني عايزة أقول المثل اللي بيقول لمّا الواحد بيبقى عنده رغبة بيلاقي طريقة. فعايزة أقول أنا ممكن أحط ال10 دقايق بتوع بالليل اللي فيها أنا عارفة إن ابني بيتكلم كتير، وعشان كده باقول لو أنا ب ب ب باعرف آخد بالي أو ألاحظ، هاعرف ابني إمتى بيبقى رايق، إمتى بيبقى عايز يتكلم، وأخش له في الوقت ده هنقعد نتكلم 10، 5 دقايق فيهم البركة، فيهم ماما بتحبك وجات ال10 دقايق دي رغم يومها الطويل، أو وأنا بقى داخلة أنده له تعالَ اعمل معايا حاجة، أو أقول له اعمل لك نساعد بعض. حاجة، أو أقعد أقرا معاه أو أذاكر لحد من العيال وأنا قاعدة معاه. يعني عايزة أقول أنا هاعرف عينيّا تلاقي الحتت اللي في اليوم اللي هو كويس ونعرف نتواصل. وتثبيت ميعاد أسبوعي نعمل فيه حاجة سوا، أنا عايزة أقول ده سحر، وباقولها لكل أهالي المراهقين. حطي ثبّتيه قبل حاجة، بعد حاجة، لو أنتم 4 عيال بابا ياخد 1 وأنتِ خدي 1 ونقسّمها بحيث إنه يبقى له وقت صغير معايا بنعمل بالذات البنات مع ماما تروح تجيب حاجة بتحبها، تتمشى. يعني أنا أعرف إن في عيال ما بتعرفش تتكلم في وجود بقية العيال، فلازم أبقى لوحدي معاهم. فعايزة أقول الرغبة والفهم لدوري والفهم إن أنا لازم أكون متاحة بيخلّيني موجودة. السؤال على العيال بmessage في وسط اليوم أنت فين، أخبارك إيه، هترجع، رايح على إيه، أنا كأني باقول له أنا موجودة. عايزة أقول الرسايل دي أنا فيها مش باراقبه، بس باتطمن راح، وصل، عامل إيه، أكلت، شربت، يومك كان عامل إيه. فيها باقول له زي ما بنعمل مع جوازنا مرات إن إحنا نبعت رسايل نطمن، كأني باحاول أقول له أنا هنا. ومرات كتيرة الرسالة دي ممكن إيه الحقيني يا ماما ده حصل موقف مش عارف إيه، ساعات لما يلاقيكي متاحة يرد. فالحاجات دي صغيرة بس ينفع تفرق مع يوم طويل وزحمة كبيرة. هي الفكرة أنا جوايا حطها فين، ولما بحطها في الحتة الصح بعرف أركز ألاقي لها ميعاد. وتاني عايزة أقول المراهقة مش دور الأم بس، المراهقة أساسي دور الأب. إحنا سواء للبنت أو للولد التواجد بتاع الأهل مهم، لأنه هو محتاج يعني أنا بسميها زي بوتاسيوم وكالسيوم، ما ينفعش ياخد حاجة واحدة والتانية لأ، وما ينفعش أكتر من الأم عشان البابا مش متاح، مش هتعمل له نقص زيادة في الحاجة التانية. فأنا محتاجة بابا كمان يديني يد ونقسم العيال علينا ونندهله، لأن المرحلة مش سهلة، ونحاول على قد ما يقدر، مش لازم نقول له يعملها صح قوي، بس نقبل الموجود منه ومنها.